عندك شركة بألمانيا وحابب تخفف الضرائب، لأنك إذا استمريت بهذا الوضع السنة الجاي رح تستمر إن شاء الله من نجاح لنجاح، ولكن رح يزيد عليك دفع الضرائب. فشلون أنت بتخفف الضرائب؟ بهذا الفيديو رح أقول لك شلون بتخفف الضرائب على حالك. بفيديو سابق ذكرت وحكيت إنه إذا الاشتباغات تبعك ما حكى معك بموضوع تخفيف الضرائب أو تخفيف الأمزتس عندك بالشركة، لأنك إذا استمريت على هذا الوضع رح يكون عندك دفعات عالية السنة الجاية. فأنت بأحد الطرق أو أحد الوسائل هي إنك تشتري كمبيوتر أو تشتري لابتوب وتعمل له أبسيتسن من الاشتراء، يعني تخفض من خلاله الربح تبعك أو الأمزتس تبعك. شلون هذا الطريقة أو شلون هذا الحكي؟ ابتداء من سنة 2021 صار بإمكانك أنت لما بدك تشتري لابتوب تعمل له بنفس السنة الشراء كومبليت أبسيتسن، كانت معروفة على 3 سنوات أو على 5 سنوات حسب قيمة الجهاز. ومشان ورجيكم هذا الشيء على مثال عملي، خاصة أنه بعد الفيديو الأولاني وصلتني رسائل أنه هل أنا متأكد من هالمعلومات؟ هل هذا الشيء صحيح؟ راح ورجيكم اليوم مثال عملي. نزلت اليوم على السوق اشتريت لابتوب، وراح ورجيكم على البرنامج المحاسبة اللي أنا بشتغل عليه شلون بدنا نكتب أو شلون بدنا نرفع الفواتير ونعمل لها أبش خايبن، يعني نصرفها دغري لتكون معتبرة بهي السنة. في نقطة كتير مهمة حابب نبه عليها، إذا أنت حابب تستفيد من هذا الشيء وتخفض أرباحك هي السنة لازم اللابتوب تطلبه هلأ ويوصل لعندك بهي السنة. يعني نحن وصلنا هلأ تقريبا أواخر شهر 11، بل رح نبلش بشهر 12. لازم اللابتوب يوصل لعندك فيزيكالي. شو يعني فيزيكاليش؟ يعني اللابتوب لازم يوصل يكون عندك وصلان على البيت، مو انك انت بس مجرد طلبته فيك تنزله من الضرائب هي السنة، لا لازم يكون وصلان لعندك. طيب هلا رح ننتقل على الكمبيوتر لورجيكم شلون رح نشتغل على هذا الموضوع وشلون رح نرفع الفواتير ونعمل لها اب شخايبن من البرنامج اللي عم يشتغل عليه انا، البرنامج المحاسبي واللي هو الليكس وير. سابقا كان اسمه ليكس وير اوفيس. واذا استمريت بالفيديو لهلا قبل ما نروح على الكمبيوتر انا بعتذر. ليفيدك او لتفيدني وتستفيد انت وينزل دائما محتوى هادف، خلي اشتراك بسيط بالقناة وعلق لي برأيك بهيك فيديو لنستمر بإذن الله بالمحتوى الهادف. وهلا صرنا بسطح المكتب تبع البرنامج. اسم الشركة عندي أنا عم بستخدم الليكسوير مثل ما ذكرت، هي الليكسوير هون. هلا بروح من فوق، اللي بيشتغلوا على هذا البرنامج بيعرفوا الخطوات. هي رح نروح على البليغة، رح ناخد أول بليغ من فوق، رح نفتحه هون اللي بأربعتين. فتح لي البليغ لحاله. البرنامج بياخد انه هي اوسكابة مصروف، بياخد الارقام، بياخد تاريخ الشراء، البليكس نما. ومن هون نحن من الخيارات هي بنختار شو نوع، لا عفوا هلا لحاله قال لي اسم الشركة. بننزل على الكاتيجوريزيرونج وبنختار انه هو بتريبس und Geschäftsausstattung، يعني أنا عم أجهز الشركة عندي بهذا الموضوع. طالما أنا اخترته بعدين بقول له إنه البتراك فيرد أبكبوخت، يعني رح يتم سحبه من الكونتو عندي. بقول له شبايشا أنت شليسن. بهي الطريقة لما قلت له شبايشا أنت شليسن لحاله البرنامج عطاني إنه هو عرف إنه أنا اشتريت شغلة أو اشتريت غرض للشركة. ونصيحة، إذا ما عم تستخدم برنامج محاسبة وعم تعتمد دائما على الاشتباغات تبعت له وراءك ويبعت لك وراء وراح وأخذنا وروح وجيب، بلش واستثمر بالبرامج المحاسبية لأنه بتوفر عليك وقت وبتخليك تفهم شو عم يصير بالشركة تبعك. خلينا نتابع. طيب هلا عم بيقول لي انه هو عرف اني انا اشتريت جهاز للشركه. بقول له يتست ارفاسن، يعني هلا بدي سجله للجهاز. تمام، بوصل لهون تفتح لي. هلا عم يسالني انا شو اشتريت. بقول له اشتريت لابتوب und Zubehör. طيب هي اخذناها. هلا بننزل لتحت بلاقي بيقول لي انه اختار شو هذا الشيء اللي اشتريته. فهون دائما بالبرامج هي بتلاقي ان دغري عندك مصنفة الامور. فانا بنزل بختار كمبيوتر und Zubehör. حاطط لي انه فيك تعمل له انت ابشخايب سوفورت هلا او خلال 3 سنوات، وبيقسم لي اياه هون كونه انا اشتريته على السنوات الثلاثه وقديش بينزل من الضرائب. فانا بنزل لتحت، وهي حتى الهينفايز هون عم يقول لي عليه نويه
Nutzungsdauer verfügbar يعني الخيارات أو خيار جديد لمدة الاستخدام متوفر، حاطين ابتداء من يناير 2021 صار فيك بدال 3 سنوات على سنة واحدة تختصر هذا الموضوع، وكونه نحن بنهاية السنة مشان هيك لازم تطلب اللابتوب هلأ قبل نهاية السنة ويكون وصلان لعندك. فأنا إذا خليتها هون اللي نياه راح يخلي لي إياها يعني بشكل مستقيم أو بشكل ثابت، فراح يخلي لي إياها على 3 سنوات القادمة. أو فيني دغري من الخيارات هون سكرول داون بقول له زوفورت أبشخايبن، يعني مباشرة هلا أعمل له أبشخايبن، فبيقول لي دغري إنه أنا أوكي راح أعمل له زوفورت أبشخايبن بشهر 11 كذا وكذا، أنت حطيت هذا المبلغ وصفي عليك هي المبالغ، تحط له Änderungsspeichern، وبهي الطريقة صارت أمورك كلياتها بالسليم. بنهاية هذا الفيديو بتمنى منكم تكونوا استفدتوا، أو بتمنى من قلبي يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو القصير، تكونوا عم تعرفوا شو عم تشتغلوا، خاصة بالشركات. هون إذا أنت مالك عرفان شلون عم تشتغل وشركتك شو عم تفوت وشو عم تطلع وشو المصاريف اللي عليك، دائما بتضلك ضايع، لأنك رح توصل لمرحلة تتفاجأ إنه الفينانس أمت بده منك مبالغ عالية، وكتير شركات بتوصل للسنة الثالثة وبالسنة الثالثة بتسكر. لتتفادى هي الأمور انتبه من البداية. وإذا عجبك الفيديو اكتب لي رأيك بتعليق، شارك الفيديو مع كل مين مهتم بهذا الموضوع. كان معكم فراس سيروان، سلامات.